السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي قناة عبد الملك. نتمنى لا فيديو تاعي تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة السينابول. نتمنى هاد الوصفة تعجبكم وتجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم. حبيباتي، بنفس الوصفة بنفس المقادير درت سينابول وزدت درت الابغيوش هذه لا مقطنة وخفيفة. الآن نبداو بالمقادير. ديري كاس حليب في إناء، زيدي رشة ملح، فوالا كيما راكي تشوفي. زيدي حوالي مغرفة الخميرة وحركيهم مليح مليح. فوالا زيدي حوالي مغرفة أكل تاع السكر وزيدي حركي، استمري في التحريك. ثم غطيهم. ضروري يختمر اللوفان تاعك، لازم يختمر هكذا باش تنجح لك الوصفة. الآن بعد ما طلع شويه اللوفان تاعك يطلع، زيدي كاس اخر تاع حليب وحركي. فوالا هاد العمليه تاع التحريك مهمه جدا بالنسبه للبريوش وسينابول. فوالا درت قطرات من الزيت هكذا، ماشي بزاف، قطرات هكذا من الزيت. فوالا حوالي مغرفه تاع الاكل. حركي مليح مليح. الان بيضتين حطيهم وحركيهم مليح مليح في هذاك اللوفان تاعك. ما لازمش تخلي البيض هكذاك، لازم يذوب كامل الصفار وينسجم مع المكونات اللي كنتي درتيهم. ديري كاس الاول تاع الفرينه هكذا وخلطي مليح مليح بلا كوياف. ما تحتاجيش في هذه المرحله تستعملي اليد ولا غير بالمغرف. خلطي مليح مليح هكذا. ضيفي الكاس الثاني الفرينه حسب الحاجه. بعد الفرينه عينك يا ميزانك، زيدي كيس خميره تاع الحلوى. فوالا وحركي غير بالعقل. الخميره الكيميائيه في هذه المرحله تساعد في الطراوه تاع البريوش. هكذا زيدي الكاس الثالث. فوالا وشوفي العجينه تاعي كيفاش راهي بدات تبان تتقال هكذا. زيدي نصف كاس ونصف. فوالا حركي مليح. فوالا استمري في التخلاط هكذا. هاوليك. الان زيد نغطي العجينه تاعي بالبابي فيلم وخليها ترتاح حتى تطلع. وهاي ليك هنايا طلعت، شوفي كيفاش راهي، ما شاء الله الله يبارك. راه طلع اللوفان، اختمرت هكذايا. لازم تكون طريه. زدت لها فلابس بها تاع الزبده و سوبودغي لو بلان دو طرافاي. هذاك القلب نهديه لكم ونعاود نعجن العجينه تاعي مليح. فوالا نطمها مليح بهذه الطريقه هكذا. هي طريه على كونسيستونس تاعها ونقسمها كما راكم تشوفوا الى قسمين. فوالا هكذا ونحلها بالرولو بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. شوفوا لي العجينه تاعي كيفاش طريه، لازم هكذا تخرج لك. فوالا هاني بعد ما حليتها فوالا نحل فيها ونرقها هكذا. شوفي اختي كيفاش راهي العجينه تاعي رقيقه. فوالا زدت جبت قهوه سريع الذوبان، ديري كيما حبيتي. انا درتها هكذا بهذا المقدار وضفت له 3 ملاعق كبيره تاع السكر مملوءه مليح مليح هكذا. وزدت ملعقه ايضا كبيره مملوءه تاع مارغرين. فوالا نسيت ما قلت لكمش بلي درت القرفه في هذا الخليط ايضا وحكمت بانسو. فوالا
انت ايضا احكمي بانسو باديجوني كامل فوق لاباط تاعك بهذا الخليط اللي كما قلت لك فيه قهوة سريعة الذوبان وقرفة وسكر ومارغرين، ثم قسمتها الى اطراف وراني نرولي فيها هكذا كما راكي تشوفي. فوالا شوفي كيفاش راني نديرها الى دوائر. اما بالنسبه للعجينه اللي بقات لي فضلت نديرها دي بريوش صغار. فوالا بهذه الطريقه راني نشكل فيهم. فوالا ونخليهم يخمروا هكذا في سنيوه، درتهم في سنيوه يخمروا وشوفوا لي هكذا كيفاش راني نمسي فيهم. فوالا بعد ندهنهم بصفر البيض كما راكم تشوفوا. وهذه هي طريقتي لنخبز اللي ندير بها السينابول. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. وهذا البريوشات يليقوا قهوة العصر بنان وخفاف وجو يشهوا. فوالا شوفوا لي هدايا البريوش هذا تقدري تحشيه بالشوكولا يجي هايل. وهكذا قطعيه بالموس من فوق علامات، يعني ديري له علامات من فوق، ديري له السكر ولا الجنجلان حاجه اللي تكون عندك في الدار. وانا حاولي خمر، شوفي لي كيفاش خمر عليك وخمرت تانيك. هاي ليك نوريلك صحن التقديم. شوفي كيفاش راني نقلبها. فوالا السينابول تاعي بعد ما كملتها وبعد ما طابت وحمارت شوفوا كيفاش جات تشهي. زيدها بالكراميل. فوالا هايليك شوفوا كيفاش جات لداخل الله يبارك وهشيشه وطريه وبنينه ما نحكي لكم شهيتكم في الجنه. الى هنا وهاو البريوش تاعي. فوالا حمار تاني شوفوا لي كيفاش جا. هنا كملنا الوصفة تاعنا. نتمنى انكم تدعموني. الى اللقاء في وصفة اخرى. سلام.